المخدرات دلوقتي من أخطر الحاجات اللي بتهدد المجتمع، وخاصة فئة الشباب. هتلاقي في كل بلد وفي كل مدينة ناس كتير قاعدين على الكباري، اللي بيبيع واللي بيشرب، وحاجات غريبة جدا بتحصل مش طبيعية. وناس كتير متعرفش ايه هي مخاطر المخدرات ديت. فعلا هم بيحسوا بيها، بس ده نداء لكل أب ولكل أم لازم يفهموا ويشوفوا الفرق بين الحشيش وبين البانجو والآيس والشابو. هنشرح مخاطر كل واحدة لوحدها دلوقتي، وتأثير كل واحدة، وإيه هي طرق العلاج المناسبة لكل حالة من الحالات دي. أول حاجة الحشيش ده بيسموه الواد الهادي اللي بيقع في مشاكل. طيب الحشيش ده بيستخرج من ايه؟ بيستخرج من حاجة اسمها القنب الهندي، الكنابس ديت نبتة بيستخلص منها الحشيش. تأثيراته على الجسم خطر جدا جدا جدا، بيأثر على الجهاز العصبي المركزي سنترال نيرفس سيستم، بيزيد من خطر الجنون والاكتئاب، بيسبب جفاف الفم، وجوه بيبقى عنده شراهة للأكل وإحمرار في العين، بيعمل كحة شديدة جدا والتهاب في الشعب الهوائية، وطبعا بيأثر على الذاكرة والتركيز بتاعه تقريبا بيكون معدوم. ده الكنابس او الحشيش. الخلاصة ان الحشيش ده مش حاجة بريئة، ناس سهل ان هي تاخدها وتعملها او تمشي عليها زي ما ناس كتير قوي فاكرة كده. ده مدخل لمشاكل كبيرة جدا 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 في المجتمع، وبيأثر على حياة الشخص وعلى الحياة الأسرية بتاعته والمجتمع اللي هو فيه. تاني نوع البانجو، اللي هو بيسموه القنب، اللي بيجيب فصام في الشخصية. بيستخرج من نفس العيلة اللي بيستخرج منها الحشيش، القنب الهندي، بس ده عبارة عن أوراق الشجر نفسها، مش مستخلص زي الحشيش. تأثيرات البانجو على الجسم عالية جدا جدا جدا. أول حاجة بيأثر برضو على الجهاز العصبي المركزي، ممكن يبوظ أجهزة تانية كتير. تاني حاجة الواحد ممكن يدمنه بسرعة جدا. تالت حاجة بيزيد ضربات القلب وبيرفع الضغط بصورة فظيعة جدا، ممكن يجيب فصام واكتئاب. خامس حاجة بيخلي الحواس تتلخبط ويكون الشخص مش مدرك للوقت. دي أكتر 5 تأثيرات بيأثرها البانجو. في ملحوظة مهمة جدا يا جماعة، إن سيجارة واحدة من البانجو بتعادل 20 سيجارة عادية. الخلاصة إن البانجو مش مجرد مزاج، ده طريق مباشر لتدمير الصحة النفسية والجسدية، وبيزود خطر الإصابة بالسرطان والسكتات الدماغية والقلبية، وممكن يدمر الرئة تماما. ثالث نوع الايس او الكريستال ميث، المدمر السريع جدا جدا جدا. ممكن تتفرجوا على مسلسل اسمه بريكنج باد. المسلسل ده كارثة، معمول فعلا عن الميثايل أمفيتامين او الايس او الكريستال ميث. ده معنى الايس بيستخرج من حاجة اسمها ميثايل أمفيتامين، وده مخدر كيميائي مصنع ومنشط قوي جدا 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 للجهاز العصبي. وطرقه في الناس اللي بتستخدمه استنشاق وبلع وتدخين وحقن، كل ده بقى متوفر منه للأسف. تأثيراته على الجسم كارثية. أول حاجة تدمير القلب والمخ بشكل دائم irreversible، هتروح مش هترجع تاني. تاني حاجة بيرفع الضغط بصورة كارثية لدرجة ان هو ممكن يعمل لك سكتة قلبية، بيخرب الكبد والكلى والرئة. الشخص اللي بيشربه بيحس بجنون العظمة وقلق واضطراب رهيب. ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، ده من اخطر المخدرات اللي انتشرت الفترة الاخيرة. مصيبة في الجسم او مصيبة للشخص اللي بياخدها، هي بتفضل قاعدة في البول لمدة يومين ل4 أيام، وممكن تفضل قاعدة في الشعر لمدة 90 يوم. الخلاصة ان الايس ده سم بيدمر حياة الشخص وحياة اللي حواليه في فترة قصيرة جدا جدا جدا. رابع حاجة احنا هنقول عليها الشابو ده زي الايس بالظبط، من نفس العيلة الميثايل أمفيتامين، نفس التأثيرات على الجسم، نفس التأثير السلبي والسريع جدا على الشباب، نفس التدمير اللي بيعمله في الجسم. مفيش فرق بينه وبين الايس تماما. خلينا نقول ان كل اللي احنا شرحناه ده
سموم بدرجات مختلفة، مفيش فرق بين مخدر خفيف ومخدر تقيل، كلها تأثيرات سلبية جدا وقوية جدا 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 على الجسم. عرفنا كل الأنواع إيه وعرفنا أضرارهم إيه، تعالى بقى دلوقتي نتكلم عن طرق الوقاية والعلاج لكل الأنواع دي كلها. طب أنا إزاي هيبقى أحافظ على نفسي في وسط البيئة ديت؟ أول حاجة يا جماعة، الصاحب ساحب. لو انت صاحبك من النوع اللي ليه في السكة دي او ليه في الكلام ده، ابعد عنه فورا، ده بيدمرك مع الوقت. تاني حاجة انك انت توعي نفسك دايما بانواع المخدرات ومشاكلها، لازم تفهم المشاكل بتاعتها كويس جدا جدا جدا. تالت حاجة، اعمل رياضة وانزل اتمشى، اعمل رياضة كتير كتير، كل يوم تدي لنفسك وقت في الرياضة، وحاول على قد ما تقدر طول ما انت ما بتعمل رياضة ابعد دماغك خالص عن اي حاجة تيجي في السكة ديت او في الطريق ده. تالت حاجة يا جماعة، ديت وظيفة الاهل ان هم يطمنوا اكتر على اولادهم ويتابعوهم ويبقى دايما معاهم ويخرجوا معاهم ويشوفوهم ويقعدوا معاهم اطول فترة ممكنة. وللاسف ده بقى قليل قوي في ظل السوشيال ميديا اللي موجودة الكارثية اللي بعدت الاهل اصلا عن بعض. خامس حاجة، انك انت تبعد اصلا عن الاماكن اللي بيكون فيها ناس بتشرب مخدرات. احنا زمان كان اهالينا يقول لك ما تروحش تقعد في القهوه. ليه القهوه؟ القهوه بيبقى فيها ناس بتدخن، بيبقى فيها ناس بتشرب حشيش، فيها ناس بتشرب سجاير. ابعد عن كل ده. انت كذلك هتبعد عن المناطق اللي بيكون فيها اماكن ناس بتشرب مخدرات، ابعد عنهم. دي طرق الوقايه الاساسيه اللي احنا ممكن نقدر نعملها. خطوات العلاج الاساسيه ايه بقى؟ اول حاجه، انت لازم تعترف بالمشكله، لازم تعترف انك انت مشيت في سكه مش كويسه، لازم تحط ايدك على المشكله الاساسيه. الاعتراف بالمشكلة نص الحل. تاني حاجة، دعم الأهل، دعم الأهل والأسرة والمجتمع. لازم الأهل ليهم دور كبير جدا وقوي جدا في علاج أولادهم. تالت حاجة، إنك أنت تتواصل مع متخصصين في علاج الأدمان. لازم يكون في تواصل، لازم تتواصل مع متخصص علشان هو اللي هيمشيك على خطة علاجية ونفسية ممتازة جدا جدا. رابع خطوة، الالتزام بالخطة الأساسية اللي انت هتاخدها من المتخصص. لازم. في ناس كتير يقول لك لا ده بيروحوا بيرجعوا أسوأ. يا جماعة بلاش الوهم ده، بلاش الوهم ده بجد. في ناس لو انت تابعت معاهم كويس هتبقى افضل واحسن بكتير. الناس اللي يقولك ان ولادنا دخلوا وطلعوا، يا جماعه الاساس كله ان احنا ما التزمناش بالخطه الاساسيه، ما التزمناش. احنا لازم كورس كامل نمشي عليه علشان نرجع تاني افضل واحسن بكتير. الاهل اللي بيزهقوا وبيقرفوا من ولادهم وهم ما بيكملوش العلاج بتاعهم والخطه العلاجيه بتاعتهم، فبالتالي لما بترجع لحاجه بترجع عليها اسوأ من ما كنت عليه من الاول. الالتزام بالخطه مهم جدا جدا جدا. وفي النهايه انا حابب اقول حافظوا على نفسكم. الشباب للاسف بقى في فئه قويه جدا 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 من اعمار ال 16 لحد طول ما انت طالع بقى كده، الموضوع ال 16 سنه كمان الموضوع بقى صعب قوي. فنحافظ على نفسنا ونحافظ على اولادنا وربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله. ولو في حد عنده اي سؤال او اي استشاره انا تحت امرك. السلام عليكم.